والله في كل الشغل بقينا بنتفاجئ بحاجات غريبة جدًا، جدًا. تبقى أكلين مع بعض وبنضحك وبنهزر وأنا وزميلتي قلوب رايحة جاية ما بيننا وفجأة تسمع إنها اشتكتك عند المدير. اشتكتني ليه؟ مش عارفة. طب إيه المشكلة؟ برضه مش عارفة. هو مش دي اللي أنا بعت لها امبارح قلب أحمر وهي باعتة لي قلب أحمر؟ والأمور تمام تلاقيه يسعدك وقلبِك زي الفل ده ومش عارفة إيه والكلام ده. هي. طب إيه اللي حصل؟ مش عارف إيه اللي حصل. عشان كده لازم تكون حذر، ما تأمنش لحد من زمايلك في الشغل، ما تديش سرك لحد من زمايلك في الشغل. لازم تفضل مميز برضه كده، حتى لو بتعرّفهم لازم تبقى أنت عندك حاجة ما حدش عارفها، ما تحكيش وتدّي كل تفاصيل شغلك لحد، واعمل documented لنفسك ووثّق كل حاجة بيقعوا فيها والّا أي مشكلة بتقع فيها. امشي أول بأول، اعمل تقرير، اعمل report محترم كده فلان حصل منه كذا في اليوم الفلاني مش عارف. هتحتاجه، هييجي له وقت وهتحتاجه، ما احتجتوش خلاص أنت مأمِّن نفسك. فلك حذاري، حذاري تبقى عادي كده وماشي وسايبها كده فتتفاجئ بقى، تتفاجئ النهارده بيحبوك بكرة يكرهوك، النهارده هُم معاك بكرة يبقوا عليك. عادي جدًا بيحصل في كل الشغل. المشاكل العادية اللي بتحصل في أي شغل دي عادي جدًا، في ناس بتتخانق كده عشان مصلحة الشغل وبنرجع في نفس القعدة بنبقى زي الفل وكويسين وبنرجع عادي. لكن في ناس بقى بيقلب معاها بحقد، ده غير يقعدوا بقى يفننوا لك إزاي يوقعوك وأنت أصلًا ما عملتش فيهم حاجة، بس هو كده. عشان كده لازم تبقى حذر دايمًا في الشغل، وما فيش بيئة عمل ما فيهاش فيها مشاكل، كل بيئات العمل فيها مشاكل، بس شرطك أنت بقى إزاي تأمِّن نفسك وتكون حذر وما تدّيش كل سرك في شغلك لحد. ما تثقش في أي زميل ثقة عمياء وتمشي وتحكي لا، 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 ولا وحاجاتك الشخصية ما حدش يعرف عنها حاجة.